الراعي الرسمي لهذا البرنامج. مساء الخير، اهلا بكم معانا حلقه جديده مباشر من مصر. زي ما احنا متعودين اسره يوم الثلاث بكون معاكم مريم بدر والزميل مجدي درباله. في البدايه ارحب بمجدي. مساء الخير يا مجدي. اهلا يا مريم، مساء النور. مساء الخير، اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده ومباشر من مصر. النهارده كان عندنا مجموعه من الاخبار الهامه فيها نشاط للسيد الرئيس ونشاط لرئيس الوزراء. الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس بشار الاسد الرئيس السوري ويعزيه في ضحايا الزلزال. طبعا كان في زلزال مدمر شمل سوريا وتركيا وادى لالاف الضحايا والاف المصابين، حيث أكد المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع بالأمس، مع تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين. كما أكد الرئيس خلال الاتصال مع الرئيسين السوري والتركي تضامنه مع تركيا وسوريا شعبا وحكومة في هذا المصاب الأليم، مشيرا إلى توجيه أقصى أوجه الدعم والمساعدة من مصر للدولتين الصديقتين. وأكد الرئيس السوري على اعتزاز سوريا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين، وبالتالي أيضا قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المشاعر الطيبة، مشيرا على أنها تؤكد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والتركي الشقيقين. معانا كمان خبر. رئيس السيسي يتابع جهود وزارة الأوقاف في الاستعداد لشهر رمضان المعظم، وكمان بيواصل وبيؤكد على مواصلة تحسين أحوال الأئمة والدعاة وتأهيلهم، واهتمام كبير دايما بيؤكد عليه السيد الرئيس لتجديد الخطاب الديني، وبالتالي كمان إعادة تأهيل الأئمة والدعاة، وده طبعا شيء مهم جدا. معانا خبر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بيستعرض مخططات الجزء الغربي من الشريط الساحلي بمدينة العلمين. طبعا كان في اجتماع مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واستعرض الدكتور مدبولي مع وزير الإسكان آخر التطورات في الإنشائية والمستقبلية في الشريط الساحلي بمدينة العلمين. طبعا مدينة العلمين وضعت على خارطة السياحة في الساحل الشمالي، ويعني قطعنا خطوات كبيرة جدا في عمران مدينة العلمين، وتم افتتاح العديد من المراحل في هذه المدينة. الجزء الغربي من الشريط الساحلي بيستكمل فيه رئيس الوزراء المشاورة بحيث ان هو يتأكد ان الأمور تسير حسب الخطة الموضوعة، وسيتم افتتاح كل المراحل في موعدها ان شاء الله. ان شاء الله. زي ما احنا متعودين، وقبل ما نبتدي جلسه حوارنا النهارده هيكون لنا جلسه حوار مهمه جدا هتتابعوها ان شاء الله، لكن احنا متعودين كمان اللي بيكون معانا تقرير اخباري في اهم الاخبار اللي حدثت في مصر والعالم. خلونا نتابع مع بعض التقرير الاخباري وبعدين نبتدي جلسه حوارنا، فيلا بينا. الرئيس السيسي يهنئ حاكم جرينادا بذكرى الاستقلال. مصطفى مدبولي يلتقي الرئيس الكرواتي والوفد المرافق له. مصطفى مدبولي يستقبل رئيسة برلمان أذربيجان والوفد المرافق. مدبولي: الجزء الغربي من شريط العلمين الجديد الساحلي سيصبح مقصدا سياحيا. الحكومة تنفي وجود عجز أدوية في احتياجات المستشفيات الحكومية. مباحثات مصرية أوروبية لبحث تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط. وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي. القاهرة تستضيف اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة برعاية الأمم المتحدة. نائب رئيس البنك الدولي تشيد بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية. برامج دعم المزارعين بمصر وإفريقيا ضمن مبادرات منتدى شباب العالم. وزير الصحة:
توفر مخزون كاف من وسائل تنظيم الأسرة بجميع المنشآت الصحية. الصحة: أجرينا 69 ألف عملية قلب مفتوح ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار. التموين: زيادة ضخ منتجات اللحوم والسلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان. التعليم العالي: إدراج 78 مؤسسة تعليمية وبحثية مصرية في نسخة تصنيف ويبوماتريكس العالمي. على مساحة 700 فدان، وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بشأن المنطقة اللوجستية بالسلوم. وزير الإسكان يتابع ما تم تنفيذه من مشروعات بمدينة غرب قنا الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع بالصعيد. وزير الزراعة يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار الفرص المتاحة بالأنشطة الزراعية. التنمية المحلية: مبادرة صوتك مسموع تحل أكثر من 102.5 ألف شكوى بنسبة 97%. صندوق تحيا مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للمصريين في الخارج. استخراج وثائق الأحوال المدنية من ماكينات بالشوارع دون تعامل مع الموظفين. حياة كريمة بسوهاج: تعيين 7681 شابا بالقطاع الخاص والاستثماري. الأنباء الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي على العلاقات التاريخية مع كرواتيا. غدا أمطار بالسواحل الشمالية قد تمتد للقاهرة والصغرى بالعاصمة 10 درجات. أكثر من 6000 قتيل، مأساة تركيا وسوريا من الزلزال المدمر. إدارة الكوارث التركية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 3432 قتيلا و21 ألف إصابة. الصحة العالمية: عدد المتضررين من زلزال تركيا وسوريا ربما يصل إلى 23 مليون.